ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم بقى وصفه تقيله جدا، بطه ولا في الخيال. من اول التنظيف للتتبيله السحريه لحد الجلد اللي بيقرمش من غير ما ينشف اللحم. تابعوا معايا خطوه بخطوه وتعالوا نعمل البط ده في كل العزومات اللي جايه في بيتكم. ويلا نبدا على طول عشان نغوص من البطه دي. اول حاجه جبت الحله البخار وحطيت فيها بصلايه وطماطمايه، وحطيت بقى المطيبات بتاعتها، حطيت حبهان بس ما كانش عندي غير حبهان اللي هو الباودر ده، وحطيت 7 بهارات، حطيت فلفل اسود حصى وغطيت عليها وسبتها بقى. هي قعدت تقريبا نص ساعة وكانت خلاص استوت. دي انسب حاجة للبطة، يعني لو كانت قعدت في حلة تانية كانت ممكن تاخد معاكم مثلا من 4 ل5 ساعات على نار هادية طبعا. وهنا بقى عملت جنبها رز بسمتي. انا كنت عايزه اعمل رز ابيض بس ما كانش هيليق عليا الرز الابيض اللي هو المصري، فقلت اعمل رز بسمتي هيبقى حلو جدا وسبته زي ما هو ابيض. وعملت هنا سلطه، بس المقطع سوري ان هو متصورش، بس عادي سلطه اللي هي الطبيعيه بتاعتنا دي. وبعد كده كنت بفكر اعمل جنبها ايه، كانت هتبقى صينيه بطاطس حلوه، بس هي البطه عشان تقيله فحبيت ان انا اعمل جنبيها خضار سوتيه علشان يبقى خفيف كده مع الرز الابيض، تبقى الاكله يعني ايه متوازنه شويه. حطيت هنا كوسه كانت عندي فريش في طلبات الشهر اللي انتوا شفتوها معايا، وحطيت بسله بالجزر، دي كنت انا مفرزاها نص خضرة زي ما هي تحفه، عجباني قوي. وهشوحهم كده شويه في الزيت. وبعد كده هحط بقى، دي اكتر حاجه هتبقى حلوه جدا مع الخضار السوتيه، جربوا الطريقه بتاعتي. هتحطي معلقه مثلا كبيره من الصويا صوص، ومعاها ملح وفلفل ورشه سكر صغيره. بصي انسي اي حاجه تانية، رشه السكر دي بس تسيبيها كده تتكرمل، يعني هتشوفيني بقلبها هنا حبه، هفضل اقلب فيها حبه لغايه ما تتكرمل. الصويا صوص نفسه بيبقى مسكر. احلى احلى حاجه هي بس ربع معلقه سكر في كل الكميه اللي انت شايفاها دي. وقلبيهم شويه وغطيهم، وخليهم كلهم يشربوا من كل التوابل دي قبل ما تحطي ميه وقبل ما تحطي حاجه. وغطيها شويه على نار هاديه، هي هتنزل ميتها الخضار تاني وتشربه تاني. بعد كده بقى لو عاوزة تضيفي ميه ضيفي، تمام. بصوا بقى هنا الرز المفلفل، بصوا، بالمعلقه مفلفل، مش محتاجين شوكه بقى والجو ده، لا هو بالمعلقه مفلفل. بعد كده هجيب البطايه وهدهنها، حطيت فيها صلصه وحطيت فلفل اسود عشان انا بحب قرمشه الفلفل الاسود دي من على الوش، هي رشه صغيره يعني مش حاجه في كل البطايه دي. وحطيت نص معلقه من السمنه البلدي، وحلو قوي كده هدخلها بقى الفرن 5 دقايق مثلا بالكتير، بس على الشوايه تاخد وش ويبقى كده خلاص. ده الخضار بتاعي جاهز، ودي البطه قبل ما تخش الفرن، وبصوا بقى بعد ما تخش الفرن حاجه عظمه، حاجه تحفه. بصوا بصوا شكلها خطيره، هي بتتكلم عن نفسها، حاسه ان انا جوعت تاني. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، لو عجبكم الطريقه اكتبوا لي رايكم في التعليقات، واستنوا مني وصفات تانية اقوى بكتير. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. وشيروا الفيديو ده لاكتر حد بيحب البط. وشكرا ان انتوا اتفرجتوا لغايه الاخر. باي باي.